وانزاجي عرف يكسب جوارديولا باللعب وبالاداء لا غيابات وما في دكه. مع احترامي للغيابات يا معالي الباشا، انت النهارده بتلاعب فريق كبير صحيح. فانت تربحه، ده انت عايز فريق اضافه على صفقات الهلال عشان تعرف تقف قصاده، عشان لعيبه الهلال رغم الغيابات تلعب 120 دقيقه وتبقى بالاداء ده. الله اكبر، لا تحيه كبيره لفرقه الهلال. والنهارده الهلال فعلا شرف الانديه العربيه كونه اول الانديه المتاهله في الادوار الاقصائيه في النسخه الجديده صحيح. النسخه دي اقوى نسخه اتعملت من تاريخ كاس العالم من ساعه ما عملوه. بالضبط احنا في كاس القارات وصلنا للمركز الثاني ما شاء الله. نطمح ان شاء الله باذن الله معانا ان شاء الله نوصل للنهائي وناخذ الكاس باذن الله. وان شاء الله انا متفائل اللي انتوا تربحوا فلومنسي، بس تدوا احترامه أكيد. زي ما احترمتوا مانشستر سيتي وكسبتوه، زي ما هتحترموا فلومنسي وهتربحوه، وان شاء الله نتقابل في نص النهائي. واتمنى والله ان كل الفرق العربيه بكوني مشجع اهلاوي وافتخر باخواتنا الهلاليين والسعوديين ان هم نجحوا. ان الانديه الثانيه اللي خرجت من دور 32 لازم تتعلم منهم. الناس دي قفلت على نفسها، الناس دي مفيش حاجه اعلاميه اثرت عليها او دخلت من المعسكر بتاعتها او دخلت اوضه اللبس. الناس دي ما اهتمتش بالسوشيال ميديا، مش زي لعيبتنا كانت بتعادله ماتش ومأديه نتيجه مش افضل حاجه راح تعمل شوبينج قبل ماتش مهم. الكلام ده انتوا بجد الناس تتعلم منكم. مش عيب لما اكون انا فريق كبير واتعلم من فريق اخ ليا كبير، مش عيب. اهم حاجه ما اقعش في نفس الخطأ بعد كده. وبجد الهلال شرفنا والله، من اهلاوي مصري صميم. مبروك للهلاليه، بجد شرف للامه العربيه كلها. الف مبروك يا رجاله. واغنيه الهلال يلا العب يا هلال جمهورك وراك، هز الملعب كل الهلالي. الف مبروك لاخواتنا. اوه اوه تعالى يا هلال انت. مبروك لاخواتي، وان شاء الله نتقابل في نص النهائي. وهم قالوا تعال الفوز مو للهلال، يا عمي سيب الهياط واربط كلامك بافعال، واربط كلامك بافعال. كثر الكلام ما انا حاسس كده ان انا في مصر. الجو ده مو جديد. ايوه يا عمي سيب الهياط واربط كلامك بافعال، واربط كلامك بافعال. اخر الكلام، الهلال افعال لا اقوال. سلام.